اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. معانا فيديو جديد وروتين جديد، ويلا نشوف معانا ايه. والله مأهمله فيه لو اقول لكم من قبل العيد. مكسله كده وماليش مزاج ان انا اروق في حاجه او اعمل في حاجه غير امبارح. لسه الفيديو هنزله لكم مع دوت. كنت بعمل بسكوت وحاجات كده، وما كنت بتاع اسفة مشلتت وقرص، وكنت عاملة وديت الحاجة مكان. ان شاء الله انزل لكم الفيديوهات مع بعضها. دلوقتي بقى هبدأ اغسل المواعين كده، نتسلى واحدة واحدة. وهنذكر الله، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. استغفروا كتير، سبحي ربنا كتير، ادعي كتير لعل ابواب السماء تكون مفتوحة في اي وقت انت بتدعي فيه. ربنا يهدي اولادنا وييسر حالنا ويرزقنا ويهدينا، ويرزقنا حسن الخاتمة. يعني ندعي كل الأدعية اللي تقربنا من ربنا إن شاء الله. الوقت بقى خلاص بدأت إن أنا كنت مستنية السخان يشتغل، والسخان اشتغل اهوت. هبدأ بقى ديت حلة العجانة، ما كنت بعمل المعجنات امبارح. فهبدأ أغسل فوم بقى، وبقى تنشطه كده وبصوا. مواعين مفيش أحسن من المواعين، يا رب المواعين تموت. انا اساسا ما بنزلش فيديوهات على القناه قد كده والله، يعني مشاغل، يعني قله فضا والله ان الواحد ينزل كل فين وفين كده. عم بيفيد انزل فيديو على القناه والله. مكسله مش عايزه. قله فضا يعني، بس اكتريه الاوقات قله فضا والله. هنا بقى عمال اغسل في المواعين اهوت بقى. شغلت الميه السخنه عامه بتنضف المواعين على طول. وبالسلكه بقى واشتغلنا بقى. كل ده هننكته، كل اللي على الرخامه ده هننكته دلوقتي. مش شاريين شوية مشتريات كده هنحطهم على المطبخ كده. المطبخ بتاعي ضيق، وفي حتة، في حتة كمان والله، في حتة ورايا اهيت، وفي حتة اللي هي على الرخامة دي. في حتة بقى مكان ما السخان محطوط كده طويلة، كنت اشتلتها عشان بتوع الغاز، وما ركبتهاش تاني يعني عشان تدي وسع للمطبخ وكده. فما ركبتهاش تاني بقى. سبتها غسلتها وركنتها وسبتها. لان بتوع الغاز حطوا قالوا لازم السخان يكون في المطبخ، فجنب الفتحة بتاع الشباك ده كده مكان ما هو كده. فما ينفعش اركب الحتة التانية انها طويلة، ولو ركبتها كمان هتضايق معايا المكان اكتر ما هو. ربنا يوسع علينا وعليكم جميعا ان شاء الله. هنا بقى زي ما انتوا شايفين اهوت. بدأت اخلص او كده، هفصل بقى لما اكمل وهرجع اشغل الكاميرا معاكم تاني. اهو. هنا خلاص المواد كلها غسلتها اهيت. هبدأ بقى اصفيها من المية اللي فيها وانزلها هنا مكانها تاني. هنبدأ بقى نرص المواد دي كلها بقى نحطها مكانها عشان ايه؟ نخلص نفضي الدنيا. هنا بقى خلاص رصينا المواد اهوت. هنا بقى خلاص نضفت الركن اللي هناك ده كله، غسلته بالسلكة والصابونة والبريل، ونضفت الحيطان وكبيت عليها مية وظبطت المكان ده. ده كده حامل كده بتحط بيوسع معاك المكان، بدك وسع لو انت عايزة تحطي حاجة يعني، ومكان مش جايب معاكي بترصي عليه الحاجات من فوق. فبيدي معاكي وسع يعني، بياخد حاجات وكده. هو له رجلين، بتفتح الرجلين بتاعته بس، وبيقف زي ما انت شايفة كده اهو. ممكن عايزة تسيبي رف واحد براحتك، عايزة تعملي رفين فوق بعض كده براحتك. صفيت المعلق دي جبتها نفس اللون برضو. قعدت احاول ان انا اركب فيها ما لازقة تراك ضغط، لازم تضغط عليها كبس كده. اهي. جبت بقى التانية القديمة اهيت، لانها اتفلقت من تحت. يعني فرق بسيط يعني، مش هتضر بحاجة، بس انا ايه، قلت اجيب الالوان دي زي بعضها كده. هنا بقى المكان ده احط فيه قطعة البيتزا
والحاجات دي، والناحية التانية احط فيها المعالق والمضربين بس الصغيرين اللي هما بتوع مضرب البيض اللي هما بتوع المضرب الكهربي وخلاص. مم. جيت احط المصفى لقيتها هتبقى كبيرة من بره مش هتتعلق، فكده كده هدخل الحاجات دي كلها البتاع وخلاص. الدرج بتاع المنظم حتى كمان منظمين معالق في الادراج، حاطه فوق الحاجات الطاوله كلها الاسباتوله والفرشه والكلام ده كله حاطاه اهو. خلاص كده هرجع ديت مكانها. كنت بشطف السكينه بس وسخه واحطها جنب البتاع ديت. خلاص كده هرجعها بقى مكانها. مم. هرجع بقى اشد ديت قدام شويه تاني عشان احط طقم الشرب. هنا بقى كنت جايبه زياتة 2 مزيتة، يعني حطيت في واحدة خل وفي واحدة زيت. مم. شكلهم حلو وكيوت اوي. دي بقى احط فيها الخل. مم. ايه رأيكم؟ يلا كده بقى رصيت اهوت. شوف الشكل. الله على الجمال. عظمة على عظمة يا ست، والعظمة لله. هنا بقى زي ما انتوا شايفين جبت الكيس دوت فيه 3 فرشة من اللي هما الخشنة ديت. واحدة بإيدها اهيت. كده اشد البتاع ده، معرفتش اشدها بس لازقة فيها متينة حلوة يعني. ماسك قصتها بس بالمقص كده وخلاص. اهي. بس. ومعاهم 2 سبونش. السبونش ده جميل جدا جدا جدا. معاه 2، انا هاخد واحدة وهسيب واحدة في الكيس. خدت واحدة عنده أما التاني، وهاخد فرشة سلك الخشنة دي كمان وعنده أما بقى لما عاوز اطلع من الكيس. السبونشة بقى باللانش نغسل الحوض بقى. حط شوية بريل على مية سخنة. ده اللي هو البريل بتاع شركة اوكسي، اللي هو الاصفر ده. اه. اغسل الرخامة الاول اهوت. فيها ناحية خشنة وناحية ناعمة. بحب الرغاوة قوي. امسح بقى الرخامة بتاع اللي عليها ده كله اهوت، والصابون. امسح الوزرة بتاعت الرخامة ديت كده. شفت الحوض بيبلق اهو. بس كده خلاص وكده. الفيديو بتاع قصدي الفترة بتاع المواعين والحوض خلصت. انا بقى دي القرص اللي انا كنت عاملاها للناس، اللي انا لسه انزل الفيديو بتاعها بالمقادير بتاعتها. كنت عاملة ليا كيلو للعيال. دمت بقى اللي اتبقوا منقلهم في بلاستيكية صغيرة، وغطوهم بوش فوطة كده صغيرة عشان تبقى على وشهم اللي يعوز منهم يعني. مم. زي ما انتوا شايفين كده اهوت خلاص. اللون من ورا ومن قدام. دي كانت لهفت مني شوية. شوفوا اهو شوفوا. خش بقى على فقرة البوتاجاز.
هنا بقى هبدأ اشتري الحوامل اهوت، وهجيب البخ بقى دوت اللي انا حاطه فيه عصرة ليمون على خل على بريل كده، وقمت رايحه حطاه اهو وبيرغي كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى اجيب الاسبونشة والبريل بردك والبتاع اهو. بقولكوا انا بحب الرغاوي، بموت في الرغاوي. هبدأ بقى ادعك بقى البوتاجاز كله من فوق ومن تحت، وكله كله كله كله، يعني مش هسيب في حاجة ان شاء الله. مم. لا اله الا الله. مم. زي ما انتوا شايفين كده اهو. شفت ده كله كده، هندعكه ونطلعه دلوقتي. اهو. لا اله الا الله، صلى على النبي كده وما تسرحيش، وحط لايك للفيديو بقى. هنا بقى هدعك بالسلك اهوت، وهقوم جايبه فوطه بقى ومسحه، وهنلمعه بقى مع بعض، ونغسل المفاتيح بتاعته ديت والباب وكله اهوت. لا اله الا الله. ايه رايكم؟ شفتوا الحركه دي؟ هنا بقى خلصته من فوق. هعمل بقى الزراير بتاعته والمفاتيح كده والباب، عشان مكان مسكة ايديا وانا بفتح بقفل زيوت كده، عشان ايه يبقى مفيش على اي حاجة، ولا يتراكم على دهون ولا اي حاجة. مفاتيح بقى وكله كده، نرش على مية ونعمله. كده بقى اجيب مية واكب اهوت. ايوه كده. غرقي غرقي. اه بس كده خلاص، اجيب بقى فوطة برضو، وهنشف بقى وامسح كل ده زي ما انتوا شايفين كده. كل حاجة بقى كده بقت معايا فل شمعة منورة. الحوض والأرض وكل حاجة خلصت. كل حاجة بقت تمام، ما عادش في أي حاجة وسخة في قلب المطبخ، والأرضية كمان لمعتها، والحوض وبوتاجاز نضيف، ودول غطيتها بحتة فوطة اهيت.